احط فلوسي في ايه؟ عقار ولا ذهب ولا دولار؟ السؤال ده بيجي لي كتير وعشان كده هجاوبكم في الفيديو ده. النوع الاول هو العقار واللي انا شخصيا بفضله جدا، يعني في 4 مزايا واربع عيوب. الميزه الاولى ان هو اصلا ملموس، يعني بيبقى مكان مثلا تقدر ان انت تسكن فيه زي بيت او ممكن تاجره ويجيب لك عائد. الميزه الثانيه ان هو بيحافظ على قيمته، يعني لما يكون في تضخم او قيمه العمله بتقل، قيمه الجنيه بتقل، العقار بيحافظ على قيمته ما بيخسرش. الميزه الثالثه ان هو غير قابل للسرقه، يعني مش ممكن حد يجي يسرق الحيطان بتاعه البيت مثلا وياخدها ويمشي. الميزه الرابعه ان انت تقدر تشتريه بالتقسيط، يعني لو انت ثمن البيت مثلا مليون جنيه ممكن تقسطه وتشتريه على اقساط، مش كله مبلغ حته واحده كاش، والفايده بتاعتك بتكون على الاجمالي. اما العيوب بتاعته فهي 4 عيوب. العيب الاول ان هو بيبقى بطيء في شويه في التسييل، يعني بصعوبه ان انت تعرف تسيله. العيب الثاني ان هو بيبقى فيه شويه تكاليف اعلى، يعني هو ان انت مثلا لو البيت ده محتاج صيانه. العيب الثالث هو ان انت بتتاثر بالعوامل المحليه، يعني المنطقه اللي انت فيها لو فيها حاجه معينه ايجابيه او سلبيه بتاثر على العقار بالايجاب او بالسلب. الحاجه الرابعه او العيب الرابع ان هو محتاج فهم عشان تعرف تشتري صح. فده بالنسبه للعقار. اما بالنسبه للنوع الثاني من الاستثمارات وهو الذهب فيه مميزات وفيه برضه عيوب. المميزات بتاعته اول حاجه ان هو طبعا بيحافظ على قيمته، يعني انت النهارده الذهب بيحافظ على قيمته وبالتالي بيحافظ على قيمه الفلوس. الحاجه الثانيه ان هو السائليه بتاعته عاليه، يعني انت في اي وقت تحب تبيع الذهب اكيد هتعرف تبيعه. الميزه الثالثه انك تقدر تشتريه بارقام صغيره، يعني من مبالغ صغيره تقدر تشتري ذهب. اما بالنسبه للعيوب بتاعته فهو فيه شويه عيوب. اول حاجه ان هو ما بيولدش دخل، يعني الذهب النهارده مش هينفع انك تاجره مثلا ويجيب لك عائد زي ما كنت ممكن تاجر البيت ويجيب لك ايجار. الحاجه الثانيه ان هو قابل للسرقه، طبعا الذهب قابل للسرقه. الحاجه الثالثه ان هو لازم تشتريه كاش، ما فيش حد بيشتري ذهب تقسيط. اما الحاجه الرابعه ان هو سعره بيزيد واحيانا بيقل، يعني مش دايما سعره في الزياده، لا احيانا بيزيد واحيانا بيقل. في اغلب الوقت بيبقى طالع مش نازل، بس في اوقات بيطلع وفي اوقات ثانيه بينزل، وعشان الكلام ده بيحصل يعني السعر بيتاثر بالاحداث العالميه. اما بقى النوع الثالث وهو الدولار، الاستثمار في الدولار او ان احنا نحوش فلوسنا بالدولار، فده ليه مميزات وليه عيوب. اول ميزه بتاعته ان هو سائليه عاليه، يعني انت تقدر برده بسهوله انك تسيل الدولار او العملات الاجنبيه يعني بوجه عام. تاني حاجه ان هو الى حد ما بيحفظ القيمه لو انهيار قيمه العمله او العمله قيمتها في النازل. اما بالنسبه للعيوب بتاعته بقى فهي عيوب كتير. اول حاجه ان هو اصلا التجاره في العملات الاجنبيه غير قانونيه، فدي حاجه غير قانونيه، طبعا احنا ما بنسمحش بان احنا او ما ندعوش لحاجه غير قانونيه. بس في ناس بيبقى معاهم العملات الاجنبيه من شغلهم مثلا اللي في الخارج او الكلام ده كله، فاي تداول العملات الاجنبيه بره البنوك بتبقى غير قانونيه. الحاجه الثانيه ان هو برضه سعره مش ثابت، ساعات بيطلع وساعات بينزل. الحاجه الثالثه ان هو معرض للسرقه، يعني انت لو معاك فلوس عملات اجنبيه سايله دولارات مثلا في ايدك دي اكيد معرضه للسرقه. الحاجه الرابعه ان انت لازم تكون بتفهم في الكلام ده كويس عشان تعرف برضه امتى انك تحتفظ بالحاجه وامتى انك تبيعها. الحاجه الخامسه ان هي مش بتجيب عائد، يعني مش هتاجر الدولارات مثلا علشان تجيب لك عائد. واخر حاجه لازم تشتريه كاش. ففي الحاله يعني مقارنه ما بين الذهب والدولار والعقار لازم تشوف مين فيهم انسب ليك. انا شخصيا بشوف ان على المدى الطويل بيكون العقار هو الافضل، بس لازم تعرف تشتري صح عشان تعرف تكسب منه، عشان تعرف تاجره وتبيعه صح. طيب ايه الحل دلوقتي؟ يعني انا اقرر ازاي اذا كنت احط فلوسي في ذهب ولا عقار؟ ببساطه لو انت فلوسك تسمح لك بانك تشتري عقار يبقى ادخل في العقار على طول مباشره، يبقى ساعتها كلمني واقول لك ازاي نشتري عقار في مكان مناسب على قد الفلوس اللي معايا. طيب لو الفلوس اللي معايا مش كتيره لدرجه ان اقدر اشتري بيها عقار، يبقى الحل التاني هو على طول مباشره انك تحط فلوسك في ذهب علشان تحافظ على قيمه فلوسك، ومع الوقت تبدا انك تحوش الذهب ده وتشتري منه عقار. يبقى الهدف النهائي هو العقار. مفيش معنى ان احنا ننوع المحفظه بتاعتنا ما بين الذهب والعقار، بس في الاساس خلي اتجاهك ناحيه العقار، وبعد كده لو فلوسك ما تسمحش بالعقار يبقى الذهب، فيبقى الذهب سلمه توصلك للعقار. بعد كده يبقى معاك فلوس كتير يبقى جزء عقار وجزء ذهب. جزء العقار عشان يجيب لك عائد ويزود فلوسك بقيمه كبيره، اما الذهب علشان لو حبيت تسيل فلوسك وفي نفس الوقت يحافظ لك على قيمتها. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.